مساء الخير وأهلا بكم. قضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه لن يطويها الزمن ولن يخفت وهجها، ومن لا يصدق ليرى الحشود الخضراء في ساحات النبطية. وممر التطبيع الوحيد في هذه القضية المسموح به مع ليبيا هو تفعيل التعاون القضائي. رئيس مجلس النواب نبيه بري قالها صراحة للاهثين وراء الصفقات ولمطلقي الإشاعات الكاذبة: لا تجربوا معي ومع حركة أمل في هذه القضية، وكفى الله المؤمنين شركم. في السياسة شكلت الذكرى هذا العام فرصة جديدة للتلاقي بين اللبنانيين. إلى الحوار در هي دعوة أطلقها الرئيس بري على غرار دعوته الحوارية في العام 2006 بمشاركة رئيس الحكومة ورؤساء الكتل النيابية. هذا في الشكل، أما في المضمون والجوهر فعناوين جديدة تبدأ بالرئاسة الأولى وتمر بعمل مجلسي النواب والوزراء وتصل إلى قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية واللامركزية الإدارية وغيرها. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء أستاذ الإعلام السياسي في الجامعة اللبنانية الدكتور نسيم الخوري، ومقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي. كما سنكون خلال هذه الحلقة مع سلسلة من الاتصالات والمشاركات حول استطلاع رأي الكتل النيابية في الدعوة الحوارية التي أطلقها الرئيس نبيه بري. أهلا بكما في الأنبيان وفي هذا اليوم، يوم موسى الصدر. لابد أن أبدأ معك يعني دكتور نسيم فيما يتعلق بالمبادرة التي أطلقها الرئيس بري اليوم. هل ترى أن الظروف هذه المرة قادرة أن يعني تجعل من هذه المبادرة فرصة وطنية جديدة للنهوض بلبنان في ظل هذه الأزمات التي يتخبط بها البلد؟ يعني مساء الخير. أعتقد بأن يعني لبنان وصل فيما يتعلق بالصراع السياسي والنكايات السياسية والإشاعات وإلصاق التهم فيما بين الأطراف المختلفة في لبنان وصل إلى الذروة. طبعا هذا الوصول إلى الذروة يعني ربما ظهر في المظاهرات الأخيرة. يعني نحن الحقيقة في وضع بالمعنى السياسي وكأننا لا ندرك ما هذه كما أسمى الرئيس بري يعني هذه المنطقة السوداء. نحن في بقعة محاطة بغيوم سوداء جدا، ولكن وصلنا إلى الذروة. وليس أجر من الرئيس نبيه بري. يعني طبعا هو اعتدنا عبر هذا التاريخ المعاصر كلما وصلنا إلى مرحلة صعبة فعلا، ليس على مستوى اللبنانيين والسياسيين وحسب، أن على المستوى الإقليمي والدولي هناك اعتراف حقيقي بأن هذا الرجل يختزن قدرات هائلة على مستوى الحوار. وهذا يعني طبعا هو أطلق هذا الكلام على منبر أساسي، هو منبر مجروح، ليس على مستوى الطائفة التي يمثلها الإمام الصدر، بل على مستوى الوطن ككل، على مستوى اللبنانيين ككل. فزمان المبادرة ومكان المبادرة لهما ثمن كبير، يعني ثمن مطلوب شعبيا، ومطلوب أظن على أكثر من بما يتجاوز لبنان. وهذه لدى عين التيني، ولطالما هذه العين يعني التي تنبع بمنطق الحوار بروح الحوار. ونحن نعرف أن الإمام موسى الصدر أعاذ الله غيبته أنه هو روح هذا الحوار، هو روح هذا التفاهم، هو روح هذا الفهم، هذا التعقيد اللبناني الكبير. إلى أين نصل؟ أعتقد نحن في مرحلة يفترض يعني أن ينظر كل سياسي من رؤساء الكتل النيابية أن ينظر إلى نفسه في المرآة، وعندما يرى نفسه يدرك تماما معنى أن يعني نصل بهذا الحوار إلى مرحلة، لأنه فعلا نحن في مأزق كبير الآن. سأعود إليك دكتور نسيم، وسأطرح على ضيفي القاضي حسن الشامي يعني المستجدات في هذه القضية، ولكن خليني أخذ اتصال من النائب الدكتور علي فياض حول المبادرة الحوارية للرئيس نبيه بري. أهلا بك سعادة النائب علي فياض. أهلا فيكم بضيوفك الأعزاء. شكرا لك. كيف تلقفتم ككتلة وفاء للمقاومة
هذه الدعوة الحوارية التي أطلقها الرئيس بري، وأنتم في خضم حوار اليوم برعاية عين التينة مع تيار المستقبل؟ يعني طبعا خطاب اليوم وانا حضرته مباشرة، خطاب اليوم كان مليء بالمواقف النوعية على جاري عهد دولة الرئيس نبيه بري. يعني طبعا اشير قبل ان انتقل الى الاجابة على السؤال مباشرة. نعم. طبعا اشارته انه اذا كان لابد من مطالب جوهرية تنقل الوضع اللبناني نقلة نوعية، فلماذا لا يكون هناك مطالبة بتطبيق الطائف والدستور لناحية تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية كمدخل حقيقي وجذري للإصلاح السياسي بالبلد، ومن ثم كذلك في تأكيده على المضي في التمسك بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة حتى النهاية، بالإضافة طبعا إلى المبادرة الحوارية التي حدد عناوينها. وهذه العناوين تبدأ من موضوع الرئاسة إلى موضوع عمل المجلس النيابي في هذه المرحلة، ومن ثم عمل مجلس الوزراء فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء، ومناقشة الموضوعات اللي يمكن أن تعتبر بأنها خلافية الآن في هذه المرحلة بين القوى، أو على الأقل أنها تشكل مطالب لدى بعض القوى، مطالب جوهرية، مثل موضوع النظام الانتخابي. هو استخدم دولة الرئيس ماهية النظام الانتخابي. نعم. وكذلك الأمر فيما يتعلق بموضوع استعادة الجنسية، لأنه هذا المطلب هو مطلب لدى القوى المسيحية الآن، وتحديدا لدى التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، بالإضافة إلى يعني بعض الموضوعات الأخرى. ربما قد يكون موضوع اللامركزية الإدارية أحد هذه الموضوعات حسب ما فهمت من دولة الرئيس في لقاء الأربعاء، بالإضافة إلى موضوع دعم الجيش اللبناني. على أي حال، هذه المبادرة في هذه المرحلة برأيي تشكل الجواب المناسب على التحديات المطروحة على مختلف مستوياتها. لا يجوز على الإطلاق يعني أن تبقى القوى متسمرة عند مواقفها دون أن يتوفر الإطار الذي تبحث فيه القضايا الوطنية كافة على طاولة رحبة برعاية دولة الرئيس، ويستمر هذا النقاش إلى أن يتم الوصول إلى نتيجة، إذا لم يكن في كل الملفات ففي بعضها، وإذا لم يكن على مستوى كامل على الأقل على مستوى جزئي، مما يساعد في فتح نافذة تنقلنا إلى واقع سياسي يتسم بالانفراج بدل التأزم وبدل المراوحة في قلب هذا المأزق الذي يخيم على الجميع. فلذلك أعتقد بأن هذه المبادرة في هذه المرحلة هي أفضل جواب على ما يجول في خلد اللبنانيين جميعا. هلا حسب ما فهمت أنه بعض القوى استجابت وأبلغت موافقتها، وبعض القوى الأخرى لا تزال تتريث. نحن نأمل من الجميع أن يبدوا الموافقة والتعاون مع دولة الرئيس في سبيل أن تطلق هذه المبادرة بفاعلية، كي نتمكن من أن نحتوي التعقيدات والتهديدات والتناقضات المتفاقمة في هذه البلد، أن ننتقل إلى مرحلة أخرى مختلفة تتسم بالانفتاح والتعاون من أجل مصلحة اللبنانيين جميعا. النائب الدكتور علي فياض، أشكرك على هذه المداخلة. بدي أرجع لعندك رئيس، فيما يتعلق بما تضمنه خطاب الرئيس بري اليوم من مستجدات فيما يتعلق بقضية الإمام الصدر، إذا بدنا نعمل جوجلة سريعة شو ممكن نقول؟ الحقيقة دولة الرئيس بخطابه اليوم عن القضية، واللي بحد ذاته هالخطاب شكل بوصلة لمتابعتها. أنا لا مثل ما سمعنا كلنا تقريبا فينا نعتبر بالجزء الأول عم بحكي بالشق المتعلق بمتابعة القضية، كان في سرد وإعلام الرأي العام بما أنجز من سنة حتى الآن، سواء لناحية المتابعات القضائية مع ليبيا، المتابعات القضائية الدولية، المتابعات العدلية في لبنان، وموقف الجزء الثاني كمان من الخطاب كان موقف دولة الرئيس العالي جدا في موضوع رفض التطبيع
مع بين الدولتين اللبنانية والليبية، وهذا شيء كتير مهم انه نتعرض له، لانه حتى لا يفهم خطأ. مثل ما فهمنا موقف دولة الرئيس، ونحن اكيد كلجنة رسمية معتبرين انه مفتاح العلاقات، واذا كان هناك من تطبيع في قضية الامام، بعدين عندما يكون هناك تعاون على الاقل بمبدأ المعاملة بالمثل يكون هناك فتح لامور اخرى. اما انه بحجة انه والله ليش انتم عندكم موقف من الشعب الليبي، ابدا. وبعتقد ما حدا في زايد على لبنان، بديش احكي حتى على طرح، حداش في زايد على لبنان بدعمه الثورة الليبية، وتحديدا يعني سواء بالاعلام سواء بالسياسة. لبنان مندوب لبنان بمجلس الامن الدولي كان انذاك، وكان لبنان عنده عضوية بمجلس الامن لمدة 2 سنين، هو الاستاذ نواف سلام، هو بطل قومي في ليبيا، وانا شفت هالشيء. فلبنان بالعكس كان من اشد داعمي الثوره، مش معناتها بس نحن الموقف ما في اي معاداه للشعب الليبي ابدا. في قضيه يفترض ان يكون هناك تعامل معها، وللاسف نحن غير راضين. نحن غير راضين عن مستوى التعاون الليبي، لا قبل الانقسام الحكومي والسياسي والبرلماني والامني لديهم ولا بعده. نحن كلجنة متابعة كنا نشكي دائما البطء والتباطؤ، ومن منبر الأنبياء كذا مرة عبرنا عن هالشيء. أبدا غير راضين. هلا بنتفهم بعض الظروف الأمنية، الظروف الأمنية والسياسية ما هي عامل مؤثر، ولكن كمان نحن على الأقل يعني فينا نقول أنه غير راضين، لأنه نحن معتبرين أنه في بطء كان شديد. فوق هذا وكله نحن تفهمنا لظروفهم بيخلي عنا امل انه بس تستقر الاوضاع عندنا. الحقيقه انه ما سمعنا الا كل كلام طيب من الرئيس مصطفى عبد الجليل اللي كان اول رئيس للمجلس الوطني الانتقالي، للدكتور محمد يوسف المقريف بعده، والاستاذ نوري بوسهمين، وكل وزراء العدل والداخليه المعنيين، ضباط القضاة المعنيين، كلهم سمعنا كل كلام طيب وتنفيذ على الارض، ولكن التنفيذ كان يقف دائما نتيجه الظروف الامنيه والسياسيه. الشيء الثالث بخطاب دوله الرئيس هو كان تأكيد على الثوابت وعدم قابلية القضية للبيع والشراء، تأكيده على الثوابت وآليات عمل لجنة المتابعة، وإعلان وثيقته فينا ودعمه لخطواتنا أكيد موضع فخر لنا وكلجنة متابعة رسمية. ونحن أكيد سنعمل على تطوير قدراتنا وبرامجنا بالفترة المقبلة رغم صعوبة الأوضاع بليبيا، وهذا الشيء يمكن نتطرق له خلال الحلقة. سنعود بالطبع إلى هذه العناوين لنتحدث عنها بشكل مفصل أكثر. دكتور نسيم، اليوم خليني نبلش بشكل طاولة الحوار، رئيس الحكومة ورؤساء الكتل النيابية. هل برأيك قادرة يعني من خلال هذا التشكيل الجديد لهذه الطاولة قادرة أن تثمر بالعناوين المطروحة على جدول أعمالها؟ يعني طبعا اولا في تجربة اساسية في 2006 وكانت الامور اعقد، يعني كان الوضع العام معقد جدا في لبنان. نعم. عندما فتح دولة الرئيس مجلس النواب مد طاولة الحوار في مجلس النواب، كانت الحقيقة يعني مرحلة اساسية في التأسيس لما نحن. طبعا صار في اجواء كثير صعبه معقده في المنطقه العربيه والاسلاميه، صار في حاله من الفوضى الخلاقه اللي بيسموها الفوضى الخلاقه، بس كانت هذه الطاوله احدى اهم الضرورات الحقيقيه للموضوع. بعدما انتقلت هذه الطاوله الى قصر العبده، طبعا الامور بقت يعني خلينا نقول ايه في امكانيه، لانه بدنا نشوف وين بدنا نعمل. يعني اولا الاطراف مثل ما فهمت انه في اطراف وافقت، وبعتقد في اطراف يمكن عم تبحث بالموضوع حتى تجيب. بعتقد هذه العناوين ال7 اللي وضعها دولة الرئيس هي عناوين قد لا يمكن حلها كلها على طاولة الحوار، بس هناك امور اساسية. يعني نحن وصلنا الى مرحلة في لبنان، طبعا هذه الطفرة التي حصلت على مستوى الشباب والصبايا والمجتمع المدني. المجتمع المدني حكي فيه دولة الرئيس، المجتمع المدني أول من تكلم فيه الله يرحمه يعني رد غيبته الإمام موسى الصدر. مسألة المجتمع المدني إذا بيقروا اللبنانيين شيء من الدستور الحالي
حقيقة الأمر يعني في كثير من الأمور اللي كانت بأدبيات حركة أمل في الأساس هي في الدستور اللبناني، في هذا الدستور. الآن بدي أقول شغلة أنا كثير مهمة، أنه عندما تصل الدول إلى مرحلة فعلا معقدة وهمها الاستقرار، لأنه عملية الحوار إذا نحكي نحن بالمعنى العام أنه دائما مسائل الناس تحاور في مجلس الوزراء، بس لبنان لأنه عنده حالة فعلا غريبة يعني معقدة جدا. لأول مرة يعني نحن ما بنسمع أنه في دولة راحوا يحاوروا غير بس طالما وصل هذا مجلس الوزراء ومجلس النواب في فراغ وما في رئيس جمهورية، طيب شو الحل؟ نحن رايحين لوين؟ مشان هيك عم بحكي عن اللحظة، يعني اللحظة الصعبة، اللحظة الحرجة، يعني نحن أمام لحظة حرجة جدا في البلد، وليس أجدر من دولة الرئيس أنه يطرحها. هلأ لوين توصل العناوين مش مهم، بس الأساس أن نضع هذه العناوين السبع اللي هي أساسية وفي رأس الفراغ. خلينا نسمع رأي تكتل التغيير والإصلاح بهيدا الموضوع. معنا عبر الهاتف النائب نبيل نقولة. أهلا بك دكتور نبيل. مساء الخير لك ولضيوفك ولكل المشاهدين. مساء الخير. يعني العناوين التي طرحها الرئيس بري من خلال دعوته الحوارية فيها أكثر من عنوان أنتم كنتوا كتكتل كتيار وطني حر عم تطالبوا فيه، كيف حتعبروا عن يعني قراءتكم لهذه الدعوة الحوارية؟ يعني أولا بالنسبة لدعوة الحوار، الكل بيعرف أنه كان تكتل التغيير والإصلاح أو كان التيار الوطني الحر، نحن من دعاة الحوار مش من قريب، يعني قلنا من فترة بعيدة من 2004 بندعي للحوار، لأنه كنا عارفين أنه الطائف انوجد لحتى يكون دائما في عراب يحل المشاكل بين اللبنانيين، وبما أنه كان في عنا إحساس أنه بده يجي نهار والسوريين يطلعوا من لبنان، فبقى لازم نحن كلبنانيين كنا نجتمع ونقرر كيف نحن نعالج هالموضوع هذا ونقدر كلبنانيين نتفاهم مع بعضنا لحتى يكون الخروج السوري مشرف، ونقدر نحن بين بعضنا اللبنانيين نقدر انه نتفاهم مع بعضنا بدون ما يكون في دائما عراف. المشكله هي برجع بردد هو الطائف يلي وجد من اجل ان يكون هناك عراب، كان في عراب، كان السوري والسعودي وعلى راسهم الامريكاني كانوا عرابين الطائف. اليوم نعرف انه التركيبه هذه سقطت اليوم، فمن المفروض على اللبنانيين اليوم يكون في اعاده نظر بكل الطروحات اللي كانت، وخصوصا باتفاق الطائف بالذات. نحن مع الحوار، ولكن اذا كنا بدنا نروح على الحوار لحتى نموت كل المطالب، أنا بالنسبة لي بقول ما له لزوم. ولكن إذا كان الحوار فيه من الفريق الآخر، وخصوصا بنعرف إنه الفريق الآخر هو منقسم على نفسه، إذا كان كل هالطروحات اللي طرحها الرئيس بري واللي نحن بنأيدها، إذا كانت هالطروحات هيدي الفريق الآخر عنده نية بأنه يعالجها وبشكل وطني وبشكل ما يكون فيه تدخل لدول خارجية إقليمية أو دولية، أنا بقول لك إنه هالحوار هذا أكيد بيعطي نتيجة. ولكن يعني عم تتحدث عن الطرف الآخر، قصدك تيار المستقبل. ربما الرئيس الحريري أول من رحب بهذا الحوار منذ قليل. طب الرئيس الحريري بدك تشوف كمان الرئيس السنيورة، وبدك تشوف كمان الأفرقاء الآخرين. يعني الرئيس الحريري يعني ما بكفي؟ ما بكفي الرئيس الحريري؟ ما بعرف كان تيار المستقبل؟ ما بعرف إذا كان اليوم الرئيس الحريري هو الوحيد اللي قادر يدير تيار المستقبل. اذا كان هيك بعتقد انه كل الامور اللي كنا عم نشوفها الفروقات بين بعضهم، اللي كان بالنهج او اللي كان بالكلام، اذا كان هيدا كان هو نوع من الاكذوبه، فهيدا كثير خطير، لانه بنعرف انه بفتره من الفترات ما كانوا عم بيتسمعوا عليه بقى للرئيس الحريري. بالنسبه لي يعني قرار التكتل، هل في اجتماع قريب لاتخاذ يعني قرار، ام هو قرار موجود ولكن يعني بانتظار اعلانه بالنسبه للمبادره؟ عم نحكي هذا اكيد. هلا قلت لك نحن بالنسبه لنا نحن من دعاة الحوار، ولكن اكيد رح يصدر بيان من التكتل يعني بين الاثنين والثلاثه، بعتقد انه سيصدر قرار بهالموضوع هذا. قلت لك بس نحن بالنسبه لنا كتكتل وكتيار من الحوارات اللي كانت تصير بالسابق، العماد عون كان يقول
بدنا ما بكفي انه نجتمع، لانه نجتمع بنكون عم نضحك على اللبنانيين، بنكون عم نطول الازمه. اذا ما في حلول لكل الطروحات اللي عندنا اياها، بعتقد انه الاجتماعات ما بتكون هي نوع من المورفين اللي ما بيوصل لنتيجه. بس في إمكانية لحل أي مشكلة دكتور نولا من دون اللقاء والحوار والجلوس على الطاولة اليوم؟ اكيد لا، اكيد لا، ما قلت لك. بس اذا بدنا نروح لحتى تكون يعني كل امال اللبنانيين اللي ستعقد على هذا الحوار بعدين نروح عليه وصفي في نوع من خيبة امل، انا بقول لك احلى نضلنا بهالشكل من انه نروح لخيبة امل جديدة عند اللبنانيين، ونكون نوع من انه عم نضحك عليهم انه بسبب اللي صار اليوم، اللي الانتفاضة الشعبية اللي صارت، انه يكون نوع من احتوائها او يعني حلها بطريقه ما بعرف كيف. يعني عم بقول لك انه اليوم نحن يا بدنا نكون جديين. اليوم في طرح العماد عون عدة طروحات، وكنا نحن بالنهايه التيار الوطني والتكتل كنا بعده مراحل، اما بتنازلات كبيره كان من اجل تأليف هذه الحكومه اللي موجوده او الحكومات السابقه، كنا نقوم دائما بعده تنازلات لحتى نوصل لنتيجه. اليوم رئاسه الجمهوريه اذا كان اذا هالمجلس هيدا واللي عم نسمع المعتصمين شو عم بيقولوا عنه مجلس غير شرعي ولا يمثل وطلعت ريحتكم وغيره، يعني اذا كان هذا المجلس ما بيعترفوا فيه الشعب، كيف ممكن انه هذا المجلس اليوم يقدر ينتج رئيس جمهوريه؟ فاذا اما من شو البديل؟ في بدائل؟ اكيد في بدائل. خلينا نروح، وانا بالنسبه لي بما انه هذا الشعب بده يسترد قراره، خلينا نروح لانتخابات رئاسيه من الشعب، وهيدي منا صعبه ابدا، لانه لا البعض بيعتبرها اصعب دكتور نولا باعتبار انه بحاجه لتعديلات دستوريه. بدي اقول لك شغله، كم مره صرنا لاعبين فيه للدستور؟ انتخبنا الرئيس سليمان مش بتعديل ولا كان باحتيال دستوري؟ كم مرة تعدل الدستور من الطائف لليوم؟ اللي كان للرئيس الهريوي او للرئيس إيميل او للرئيس ميشيل سليمان. يعني هلا اذا ما عدلناه بطريقه شرعيه عم نعمل عمليه احتياليه على الدستور، وهيدي ما بتغير شيء بالدستور ولا بتغير بصلاحيات رئيس الجمهوريه، فقط لا غير بتغير بطريقه الانتخاب، بما انه اليوم صارت ملحه لانه الشعب ما عاد معترف فينا. بما انه الشعب منه معترف فينا، خلينا نرد هالوكاله اللي اعطانا اياها الشعب، بينتخب رئيس جمهوريه، من بعد ما ينتخب رئيس جمهوريه من الشعب ساعتها بنقدر نرجع نألف حكومه، وهالحكومه هيدي بنقوم بقانون انتخابي جديد، وهالقانون انتخاب بصير في انتخابات نيابيه جديده وبترجع تستقيم كل الامور الدستوريه. شكرا لك عضو تكتل تغيير والاصلاح النائب الدكتور نبيل نولا. مشاهدينا فاصل قصير للاعلان، نعود من بعده للمتابعه. رح اخذ منك تعليق على كلام الدكتور نبيل نولا بعد الفاصل، تحديدا فيما يتعلق بالانتخاب المباشر لرئيس الجمهوريه من قبل الشعب. تابعونا. دوبيزل البيع صار هيك يلي زعجكن شنة. دوبيزل يلي بتوثقوا فيها بلبنان صار اسمها OLX، رح تضل أسرع وأسهل طريقة لتبيعوا أي غرض أونلاين وبدون عمولة. الإعلان ببلاش والقبض من الشارع كاش. مع OLX البيع والشراء ولا أسهل. 440 ميجا بايت، 440 SMS، 5 ساعات حكي لرقمك المفضل، وساعة حكي محلي $14 بس مع ويب اند توك بحالته الجديدة من تاتش على خطوط ماجيك. Touch a new world. Welcome.
اهلا بكم من جديد. قبل الفاصل كان معنا دكتور نبيل الأولى وتحدث عن موضوع انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب. حضرتك كان عندك ربما تعليق؟ عندي الحقيقة توضيح استاذ علي، مع احترامي لكل يعني انا بعتقد انه الجنرال عون هو جنرال حواري، يعني بعتقد هو الجنرال الوحيد. نحن عندنا 4 تجارب عسكرية في لبنان بمستوى الحكم. الجنرال عون هو الجنرال اللي يعني بكاشف اللبنانيين، والمكاشفة هي من قبيل الحوار. بس أنا بدي أقول هالخطاب اللي سمعناه اليوم من دولة الرئيس بلش بنقطة الحوار اللبناني، المبادرة اجت في آخر الخطاب. صحيح. يعني في نقطة أساسية اللي هي الحوار اللي حصل أو التفاهم اللي حصل النووي، واللي هي النقطة الأساسية اللي بدأ فيها الخطاب، وهي الحدث الأهم فيما يتعلق بموضوع النووي بين إيران وال5+1. ابتداء من هذه المحطة ستشهد تحولات هائلة، مش بس على مستوى يعني المنطقة بشكل عام، يعني في مباركة دولية في هذا الموضوع. هذا الموضوع له تحولات وله تداعيات وكلها إيجابية، وعم تميل إلى مناخ حواري أكثر ما هو مناخ غير حواري. مثلا انطرح نقطة ثانية، قصة الحوار بين المرجعيات الكبرى الإسلامية. يعني ليش ما بيصير؟ وهذا كلام مهم. هي مبادرة عظيمة على مستوى مش بس يعني مستوى كيف نحل معضلة الإرهاب. وأول ما بدي فوت الحقيقة بالمناهج التعليمية التي لها علاقة بهذه المرجعيات الدينية، هذه بدها حلقة لحالها الحقيقة نحكي فيها. بس عم بيقول الرئيس بري وانا وكل الناس معه وكل المسلمين معه انه لازم يصير في نحن نروح لحوار بين الازهر وقم والنجف والسعوديه. يعني هذه المرجعيات الكبرى الاسلاميه ان لم تتحاور، ما هو مستقبل الاسلام؟ يعني ما هو مستقبل الاسلام؟ ما هو مستقبل المسلمين؟ هذا الشيء بيطمن المسيحيين إيه طبعا، لكن يعني بما يعني تكتل التغيير والتيار الوطني. لكن طبعا لانه نحن بالنتيجه نحن في مرحله في خوف حقيقي عند كل مسيحي في هذه المنطقه. واذا بنشوف مثلا الامام موسى الصدر شو حكي عن الاقليات لاعتبارهم امانه في ايدينا يجب الحفاظ عليهم، نحن ضمن هاللمح الحلوه واللي ما زالت موجوده وضمن دعوه من هذا النوع الى الحوار، لازم نحن نروح لمحل يعني بدون بس، لانه دائما بنقول بنروح لكن، يعني هاللكن هيدي انا برايي لا يمكن الذهاب الى طرح مساله وهي مطروحه عند كل اللبنانيين انه بننتخب من الشعب. هيدي مساله عظيمه جدا، بس ضمن الدستور الطائف، ضمن هذا الطائف اللي بده اعاده نظر كثير فيه، ربما يكون هذا الحوار هو مقدمات لتغييرات معينه، ربما لانه ما في مثل ما قال ما في باب للتغيير الا من البرلمان. يعني مين بيحاسب النتيجه؟ الشعب بيحاسب النائب، ما هيك؟ يعني البرلمان التشريع، نحن بلد ديمقراطي. بس اذا رحنا نحن على هذا الانتخاب وانتخبنا رئيس ضمن لا صلاحيات، يعني بصير عندنا حاله رئاسيه، يعني بصير نظام رئاسي. نظام رئاسي بدون صلاحيات، شو بنكون عملنا؟ هاي المسائل انا برايي كلها فلتوضع على الطاوله ويصير في نقاش هادئ فيها ضمن طاوله مستديره. هيك تعمل الدول كلها عندما تصل الى مآزق كبرى بهذا المعنى. وما بعتقد انا التيار انه هو بعيد، ما بعتقد لكن موجوده عند التيار الوطني الحر، خصوصا انه عندنا اكثر من ورشه حوار سواء بين التيار والقوات اللبنانيه اللي كان بالنسبه للمسيحيين معضله كبرى، وهو خلق ارتياح كبير عند الناس وعند نوع من الاستقرار النفسي والوجداني، ايضا بين المستقبل وحزب الله. يعني نحن في مناخ حواري ليس على مستوى لبنان، نحن جزء من هذا العالم الذي يتجه نحو الحوار، والا وين رايحين نحن؟ يعني منشان هيك انا اشدد على مساله الحوار كمواطن، وبقول انه الحوار هو المفتاح الاساسي، وخاصه بين يعني طبعا الخيار كان خيار وجيه لما بيختار رؤساء الكتل، عم بيحكي وفقا لصيغه النظام، هذا كلام قانوني، والا كيف بنجيب يعني بلحظه من اللحظات نحن نتذكر لبنان مرق بحروب صعبه ومعقده ودفعنا اثمان غاليه، ونحن محاطين بكل مسببات ما يمكن ان يحصل لا سمح الله في بلادنا مثل ما عم بيحصل عند غيرنا. طيب كانت تروح الاحزاب تتحاور، ما هيك؟ كانت اللجان الامنيه تتحاور. من افضل الحوارات انه تكون بين رؤساء الكتل النيابيه اللي هي بتمثل، رغم انه صار في تجديد ورغم كل شيء، خلينا نحط هذا الموضوع على، لانه الناس متلهفه، الناس وصلت الى هذه الذروه لانه صار في يعني عقد لم تحل. ما يحل هذه العقد الذهاب الى طاوله الحوار.
وهذا بيريح اللبنانيين، ويكون لبنان كبلد ديمقراطي في هذه المنطقة والعالم جزء أساسي من هذا المناخ العالمي والإقليمي. قاضي حسن الشامي، كمقرر للجنة الرسمية بقضية الإمام صدر، ما أهمية القرار الصادر عن القضاء الإيطالي مؤخرا بالتراجع عن قرار سابق كان يتحدث عن مغادرة الإمام للأراضي الليبية ووصوله إلى الأراضي الإيطالية؟ هو أهميته مثل ما تم وصفه بالبيان الرسمي اللي صدر، هو إنجاز، لأنه تم هدم قرار قضائي مماثل. نحن عندنا شيء بالقانون وبالقضاء اسمه مبدأ موازاة الصيغ. نعم، خلينا يعني نفصل شوي لحتى المشاهد يعرف يعني صار انه بس تم اختطاف الامام وانتشار الخبر باوائل ايلول 1978 بعد محاولات عديده. اتصل المرحوم الرئيس الياس سركيس والرئيس الدكتور سليم الحسن، اتصلوا حاولوا يتصلوا بالسلطات بمعمر القذافي واركان نظامه وعبد السلام جلود. فتحت وطئة الضغط هيدا رغم الحرب الاهليه في لبنان صدر بيان الخارجيه الليبي ب 17 ايلول 78 وقال انه الامام، هي المفاجاه، انه سافر على روما. فاتصلوا لبنان بايطاليا بروما، طبيعي نلحق القصه اللي كانوا بوقتها قيمين يعني لحقوا القصه. فتم اجراء تحقيق قضائي ايطالي، هون اهميه الموضوع. وكان الشهادات بعدها بوقتها فريش، بعدها طازجه لطاقم الطائرة والمطار والفندق، وأدلوا بإفادات أكدوا فيها عدم مرور الإمام، مش إنه مثلا ناسيين أو ما بنعرف، أكدوا بشكل أنه الإمام كان عنده كاريزما وعنده حضور وطول مميز. فصدر قرار قاضي التحقيق بروما، هون العبارة، صدر قرار قاضي التحقيق في روما في كانون الثاني 79 بأنه الإمام ورفيقه لم يستقلوا طائرة الإيطاليا ومن باب أولى لم يدخلوا روما. أوكي، اجوا السلطات الليبية وطلبت إعادة النظر بالقرار، طعنت فيه. بحزيران 82 صدر قرار عن نفس قاضي التحقيق بعد ما بحث كل الأدلة وعملوا تحقيقات وراحوا على ليبيا وإجوا قالوا لم يدخل الإمام روما. أوكي، بال2004 طلبوا الليبيين هالمرة كمان واستندوا لشاهد واحد اسمه جورجيو فرانكيني، المخابرات الداخلية الإيطالية، قلناها عنها المنبر من هون شرحناها. جورجيو فرانكيني اللي هو شاهد كان واحد بالطيارة من أصل 100 شاهد كانوا سنة 78، تصور سنة 2005 بيستندوا لشاهد واحد. المخابرات الإيطالية بتقول عنه، ليغوس بتقول عنه أنه غير موثوق به ويتبع منظمة ماسونية تقبض من معمر القذافي. فقال أنه يمكن هو شاف الإمام. فبتقوم قضية التحقيق بال2005 بتشرين أول 2005 تعمل قرار بتقول في احتمال، وهذا اللي ذكره دولة الرئيس اليوم بخطابه بالبيان الرسمي، انه في احتمال يكون الامام ورفيقه، او مش احتمال، بتقول دخلوا الى روما وخطفهم السفاك، في احتمال يكون خطفهم السفاك. طبعا ده كان قرار غريب عجيب غير منطقي غير مسند بأدلة، معروف شو قصته كيف صدر. بس كان في تريث باتخاذ اي خطوه لحين دراستها قانونا مثل اي خطوه ثانيه. وقت لي سقط من دبر هذه البدعه كان عائله الامام قدمت طلب ببدايه سنه 2015 وخلال اشهر وبجهود كبيره ولكن بنضال كمان حتى من الفريق الايطالي وبقضاة ايطاليين على قدر من المناقبية والذكاء والشجاعة، عملوا قرار صدر بتموز يعني خلال 6-7 أشهر. طبعا احنا كلجنة متابعة دعمنا، اكيد دولة الرئيس قدم كل الدعم وحصلنا على قرار. اهميته انه نحن من الاساس بيان دولة الرئيس، هي نقطة كتير مهمة. بيان دولة الرئيس قال، ونحن قلناها كذا مرة بالاعلام، انه ما حدا قال ولا اكتشفنا انه الامام ما فات على روما. نحن قلنا هذه حقيقة بديهية بنعرفها من وقتها، ولكن كان في حدا معه سيف مسلط فوق راسي، هالحكم اللي بايده. جينا كجانب لبناني هدمناه، اصبح هذا الحكم لا، جبت بقرار قاضي تحقيق جديد هدمنا الحكم نفس المصدر نفس المصدر بمبدأ موازاة الصيغ. نعم. ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف وزير العمل سجعان أزي. مع الوزير أهلا بك. أنتم بحزب الكتائب بالقيادة الجديدة المنتخبة أطلقتوا شعار مشروع لبناني للحزب في المرحلة الراهنة. هل تعتقدون أنه طاولة الحوار قادرة أن تترجم بعض العناوين
اللي حضرتكم رافعينها في هذا الحزب كمشروع لبناني؟ مع الوزير حضرتك معنا؟ يبدو انه فقدنا الاتصال. هنعاود الاتصال مع الوزير العمل سجعان أزي لنسمع تعليقه على هذا السؤال. بالنسبة للعناوين المطروحة، خلينا نبلش من رئاسة الجمهورية. حضرتك حكيت عن موضوع الانتخابات المباشرة من قبل الشعب. طيب، هل طاولة الحوار اليوم قادرة تقدم بديل للحل في الموضوع الرئاسي، خصوصا أنه شفنا مجلس النواب دائما كان في نوع من الغياب، نوع من عدم حضور بعض الكتل لإنجاز هذا الاستحقاق الرئاسي؟ هل ممكن هذه الطاولة تقدم بدائل؟ يعني خلينا نقول بصراحة، أولا دولة الرئيس وقت بيطلق مبادرة مثل المبادرة هذه، نعم، مبادرة الحوار، ما بيطلقها فقط للاستكشاف. يعني هو فاهم الموضوع كله، وأظن يعني طبعا يجب أن يكون هناك حيثيات لا نعرفها تماما، لأنه وصل لبنان إلى مرحلة كما قلت يعني في سخط الشعب والمجموعات والغضب الشعب، طبعا لأسباب صارت معروفة، وتحولت هذه الكتلة البشرية اللي نحن معها بالنتيجة، يعني لها حقوق وعندها مطالبات، وكل الناس معها بشكل عام، تحولت إلى مرحلة. بدي أعتذر، بدي أقطعك، رجع معنا مع الوزير. مع الوزير نعتذر، يمكن اضطرناك شوي على الخط وبنقدر انشغالاتك. بالنسبة للمبادرة التي أطلقها الرئيس بري اليوم، هل تعتقدون أنها تحمل في طياتها مشروع لبناني كما أنتم يعني أطلقتم عنوان للحزب، حزب الكتائب، في مرحلة ما بعد الانتخابات الأخيرة في الحزب؟ أولا بحب هني حركة أمل والرئيس بري شخصيا بهالمهرجان المميز الحاشد النابض اللي جرى بعد ظهر اليوم في النبطية، واللي كان لي شرف أحضره كوزير وكممثل الرئيس أمين جميل ولحزب الكتائب. والطرح الذي قدمه دولة الرئيس بري طرح إيجابي يستحق أن يدرس، وأعتقد بأنه كان مدار حوار بينه وبين رئيس الحزب الشيخ سامي جميل حين زاره الأسبوع الماضي في مقره في عين التيني. ونحن ننظر إلى مبادرة الرئيس بري اليوم كما في الأمس كما في الغد نظرة إيجابية، لأنه يسعى دائما لخرق جدران القائمة بين الأطراف، لإحداث ثغرة في الأزمة، لإطلاق بارقة أمل في هذا البحر من اليأس. ويأتي هذا الطرح في وقته. أما بالنسبة إلى مواضيع الحوار فهي عديدة، ولكني ألاحظ بأنها لا تلامس ما نتخوف منه من أن يكون هذا الحوار الذي رعاه الرئيس بري والرئيس سلام بمثابة مؤتمر تأسيسي. لقد لاحظنا أن الرئيس بري كان حريصا على حصر الموضوع في قضايا معينة، من أساسها وفي طليعتها موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا أمر نؤيده بالطبع. وبالنسبة لموضوع اللامركزية الإدارية فأعتقد بأننا في هذا مشروع سبق أن أطلقنا هذا المشروع منذ سنوات وسنوات، ونتمنى أن ينجح تحقيقه. اليوم لاحظت أن هناك بعض المخاوف لدى بعض الأطراف من أن تكون دعوة الرئيس بري وانعقاد هيئة الحوار على صعيد رؤساء الكتل النيابية، وكأن هذه البادرة هي بمثابة تغييب للحكومة.
وهذا أمر أعتقد أن الرئيس بري كان واضحا في التشديد على ضرورة المحافظة على الحكومة وتفعيلها وعملها وعدم استقالتها وإحاطتها بكل عناية، مما يعني أنه حريص على الحكومة. وأعتقد أساسا نحن نعيش يعني الحوار منه بديل عن المؤسسات. أساسا نحن نعيش في نظام ديمقراطي، ما للسلطة التنفيذية للسلطة التنفيذية، وما للسلطة التشريعية للسلطة التشريعية. فحين تنتج الحكومة لا يجب أن نغلق المجلس النيابي، وحين يعمل المجلس النيابي لا يجوز أن نغلق الحكومة أو أي مؤسسة دستورية أخرى. بالعكس، نحن نعتقد بأن دعوة الرئيس بري إلى هذا الحوار المبدئي هو بموازاة تفعيل عمل الحكومة، وبالنتيجة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتعطل عمل الحكومة، وإلا كيف سنرد على الناس الذين تظاهروا، على الشعب الذي يعرض مطالبه؟ كيف لنا أن نتخذ قرارات اقتصادية ومالية وإلى آخره؟ إذن عمل الحكومي لا يمكن أن يتوقف، حتى ولو استقالت تبقى حكومة تصريف أعمال. نحن بعدكم على قراركم مع الوزير كحزب كتائب فيما يتعلق بالانسحاب من الحكومة في حال استمرت عملية عدم الإنتاجية. نحن لم نتخذ هذا القرار بس كان في تلميح من رئيس الحزب بهذا الموضوع. لم نتخذ هذا القرار فقط لأن الحكومة لا تنتج، إنما لأن هناك من يعطل الحكومة. فموضوع النفايات مثلا، هل يعقل أن نتمكن بالحكومة من إيجاد مطمر وأن ننقل النفايات إليه؟ نحن نشعر بالحقيقة، وأنا شخصيا، وكأن هناك مؤامرة على البلد من خلال النفايات، وكأن هناك من يريد أن يفتعل أزمة النفايات لإطلاق ثورة في البلاد، بل فتنة، خاصة وأن ما حدث في الأيام الأخيرة ينم عن أمرين. الأمر الأول وهو مظهر عافية وديمقراطية ووطنية يعطيني أمل بأن لدى الشعب اللبناني حياة وثقة، هو نزول الناس إلى الشارع. وكم كنت أتمنى لو كان العدد أكبر من الذي نزل إلى الشارع. كنا ننتظر أن يكون هناك نحو 30,000. أنا لست سعيدا بأن لا يكون هذا العدد قد توفر في تظاهرة يوم أمس السبت. ولكن الأمر الآخر الذي يقلقني هو دخول أطراف لبنانيين على الخط ودخول أطراف خارجيين على الخط. نحن من خلال من دون أن يكون لنا معلومات وتقارير، يكفي أن نلاحظ ماذا حصل على صعيد العام السياسي الأمني الإعلامي لنشعر بأن هناك ملايين من الدولارات قد صرفت في الآونة الأخيرة. فهذا إذا بيطلع بخلاصة مع الوزير، يعني حزب الكتائب سيشارك في الحوار مع عدم اعتبار هذا الحوار هو مقدمة لمؤتمر تأسيسي. نحن لدينا اجتماع غدا في المكتب السياسي كما كل اثنين بعد الظهر، وسنتخذ القرار المناسب. ولكن على العموم نحن كل ما يأتي من الرئيس بري هو خير. شكرا لك على هذه المداخلة معالي وزير العمل سجعان أزي. بدي ارجع لعند حضرتك دكتور نسيم فيما يتعلق بالنقطة اللي كنت تتحدث عنها. يعني كنت عم بقول بلحظة من اللحظات، يعني طبعا مطالعة جيدة للأستاذ سجعان، بس بعتقد الدول وقت بتوصل لمرحلة فيها أزمات كبرى. نعم. طبعا دستور مسألة مهمة والتقيد بالقوانين مسألة مهمة، بس نحن بلد روح البلد هو روح ميثاقي، روح توافقي، روح التوافق، ومررنا بتجارب كثير ضخمة. هلا الأسئلة سلفا انه هل هذه العناوين السبعة هي في طريقها إلى إيجاد حلول لها؟ هل هذه العناوين السبع هي تفتح ثغرة نحو مؤتمر تأسيسي؟ أنا برأيي كل هذه الأسئلة التي
ربما تعقد الأمر. لا ينتظر اللبنانيون يعني هذه الأسئلة. اللبنانيون ينتظرون هناك ملفات ساخنة في رأسها ملف النفايات طبعا، هو القشة التي قسم ظهر البعير. هي التي طبعا ما بدي اوصف هون كيف صار الموضوع. موضوع ما حصل من اعتداءات من مظاهر، ايضا هو موضوع تقاذف سياسي من ضمن المنظومة التاريخية اللي عرفناها بين الأحزاب. ما فينا نعرف بالنتيجة ماذا حصل بالضبط، شو في وراء هذه المواضيع، ولكن أقول أن المناخ العام يعني لا يعقل أن يذهب هذا البلد، إذا كان المناخ العام هو مناخ حواري، يجب أن يذهب هذا البلد وهو في رأس الحواريين إلى طاولة الحوار، إلى طاولة مستديرة. الطاولة المستديرة بالنتيجة فلتفصل في أمور فلتبحث الأمور في بعض الأحيان علنا، خلي اللبنانيين يعرفوا فيها. وأنا من الأشخاص اللي بيقولوا خلي الإعلام يدخل بس ضمن أطر مقننة، لأنه في أزمات كبيرة وموضوع عناوين كبيرة، وبعتقد هاي العناوين إلى أسباب في هوامش شخصية كبيرة لا مش وطنية. يعني إذا بتروح بتفصل كل الصراعات اللي حصلت بلحظة من اللحظات في نبرة طائفية كبرى عم تقوى بالبلد. ونحن نعرف عندما تقوى هذه النبرات الطائفية نحن نكون على كلنا نوضع ايدينا على قلوبنا. ونحن عم نحكي هذا الكلام يعني في مناسبة عندنا مقام كبير غاب عن كنت عم بقرا اليوم مثلا محاضرة له في مدرسة عين طورة، في مدرسة القديس يوسف، بعنوان الطائفية والشباب. يعني إذا فعلا أنا بطلب من اللبنانيين يفوتوا على الجوجل، من الشباب اللي عم يتظاهروا يفوتوا على الجوجل ويبحثوا عن يعني الموقع تبع الإمام موسى الصدر، ويسحبوا بس هالخطاب أو هالمحاضرة اللي عملها في عين طورة، محل مدرسة كمال جنبلاط كمان. يعني هاي مدرسة على سياق ما نحن فيه في المناخ العام بلبنان، لنشوف بالضبط كيف استطاع هذا الإمام أن يفصل مسألة الفرق بين الطائفية والطائفة، وكيف وصل فيه للشباب، وكيف وصل فيه لمسألة لمح له دولة الرئيس اليوم، مسألة يعني الكفاءات، مسألة الحرمان. نحن واقع الحال في أزمات كبيرة لم تحل بعد بالبلد، لم تحل. الحرمان صار موجود في قلب العاصمة لتجاذبات سياسية غير مقبولة من الناس. ما بعتقد في حل على الإطلاق، ليس هناك من حل إلا الحوار بها كل المواضيع. وين بتروح المواضيع فلتذهب. والدستور إذا ما نحكي بالدستور وبالقوانين وبالممنوعات وبالاعتراضات، في اللحظة الحرجة، في لحظة المحن، نحن في لحظة محنة وطنية حقيقية، يبقى التفاهم أهم من الدستور. لأنه إذا بدي أخذ الدستور وشرحه ما في دستور عمليا. حتى هذا الدستور اللي قلنا نحن بلحظة من اللحظات كان بده عراب يهتم فيه، بس نحن ما قدرنا نطبقناه، ما طبقناه، وكأنه الدولة بلا دستور. طيب الروح الأساسية روح توافقية وحوارية، فأهم شغلة إنه نروح للحوار. لماذا دائما تصرون في لجنة المتابعة الرسمية على ثابتة تقول إن الإمام الصدر ما زال على قيد الحياة؟ بالحقيقة نحن منصر على هالنقطة لسبب بسيط. الإنسان بالمبدأ إما حي أو لا سمح الله متوفي. طالما لم تثبت الوفاة، المبدأ أنه حي. أنا أقول لك ولكل المشاهدين ولكل من يسمع، لا يوجد لا في الملف القضائي اللبناني ولا في الملفات الموجودة والتقارير الموجودة لدى لجنة المتابعة الرسمية كما أكد اليوم دولة الرئيس، ولا في الملفات القضائية الليبية، ولا في الملف القضائي الإيطالي، ولا في أي مكان في العالم، على الأقل لم نطلع على أي مستند أو أي شاهد أو أي رواية متكاملة تتحدث عن حصول اغتيال أو وفاة لا سمح الله للإمام ورفيقه، لا خلال السجن أو اغتيال فوري. بدي أسألك هلا عن يعني
تأثيرات هذا الأمر على مسار القضية، ولكن خليني أخذ اتصال من النائب جمال الجراح عضو كتلة المستقبل النيابية. أهلا بك سعادة النائب. أهلا فيك. يعني كان واضح أنه الرئيس سعد الحريري كان أول من رحب بالمبادرة الحوارية للرئيس نبيه بري. كيف قرأتم العناوين المطروحة والحضور على هذه الطاولة؟ يعني واضح أنه الرئيس بري كان يدعو دعوة صادقة للحوار بين اللبنانيين، خاصة عندما وصلت الأزمة إلى هذا الحد وأصبحت تهدد الأمن والاستقرار. وتيار المستقبل طبعا كما عبر الرئيس سعد الحريري لم يكن يوما إلا داعية للحوار وموافقة على الحوار الذي يؤدي بالنتيجة إلى أن يجلس اللبنانيين مع بعضهم ليتحاوروا حول الأمور الخلافية ولينتجوا مسارا سياسيا ينقذ البلد. طبعا العناوين التي طرحها الرئيس بري في ذكرى الإمام المغيب والذي كان داعية للمواطنة وللوطنية وللشراكة الوطنية والاستقرار والأمن في لبنان، بالتأكيد العناوين التي رفعها هي مطالب كل اللبنانيين، من انتخاب رئيس الجمهورية إلى استقامة وتفعيل العمل التشريعي إلى استقامة العمل الحكومي وإلى الإنتاجية في الحكومة، لأن مصالح الناس وهموم الناس لا تحتمل أي تأخير إضافي بالمواضيع المطروحة، من النفايات إلى الكهرباء إلى النمو الاقتصادي إلى كل المواضيع المطلبية التي هي حق للبنانيين، وهي مطالب مشروعة ومطالب تأخرت السلطة في إعطائها لأصحابها ولأصحاب الحقوق. من هنا الرئيس الحريري كان طبعا أول المبادرين إلى الترحيب بهذه المبادرة، وقال سيتعامل إيجابيا عندما تصله الدعوة، وهذا يعني منحى ومسار لدى تيار المستقبل ليس جديدا، ولن نكون يوما إلا دعاة حوار وملبيين للحوار، لكن نأمل أن هذا الحوار ينتج رئيسا للجمهورية، ينتج تفعيلا للعمل التشريعي للعمل الحكومي، وفعلا يحل قضايا الناس والقضايا المطروحة والتي عبر عنها اللبنانيين بكل صدق، رغم الشوائب ورغم التدخلات ورغم محاولة البعض ركوب هذه الموجة الشعبية ورغم محاولة البعض الآخر تشويه هذا الحراك المدني. لكن يجب أن لا ننسى أن هؤلاء اللبنانيين كانوا صادقين أيضا في التعبير عن همومهم وآلامهم ومشاكلهم. يعني سؤال سريع، هل التجربة الحوارية اللي رعاها الرئيس بري بينكم كتيار مستقبل وبين حزب الله كانت ربما هي الدافع لهذه السرعة في إعطاء موقف من قبل الرئيس سعد الحريري من مبادرة الرئيس بري؟ يعني كلنا نعلم أن الرئيس بري بادر لموضوع الحوار بسنة 2006، يعني ليس جديدا على الرئيس بري أن يكون صلة الوصل بين اللبنانيين أو راعيا للحوار أو داعيا له أو منظما لحدوده وآفاقه والمرتجى منه، رغم الانتكاسات العديدة في مواضيع الحوار، لكن هذا لا يعني أن لا نحاول وأن لا تستقيم الأمور وأن لا نعمل جاهدين لإنقاذ الوضع، خاصة بعد المؤشرات السلبية باتجاهات عنفية وأخرى فوضوية وتعدي على الأملاك العامة ومحاولات البعض كما قلت ركوب هذه الموجة، وكل له أجندته التي أحيانا قريبة من هموم ومطالب الناس وأحيانا كثيرة بعيدة عنه لغايات سياسية أخرى ولأجندات خارجية ربما أخرى. عضو كتلة المستقبل النيابية النائب جمال الجراح، شكرا لك على هذه المداخلة معنا. قبل ما نفوت على الفاصل، بس بالنسبة ل يعني الحديث دائما عن أن الإمام ما زال على قيد الحياة، له تداعيات بالموضوع القضائي
له تأثيرات على مسار القضية؟ طبعا نحن لأنه جنائيا أحكي من الناحية الجنائية ومن الناحية العدلية. من الناحية الجنائية والأمنية بس يكون عندنا شخص مخطوف هو غير المفقود. المفقود الذي يفقد في حادث جماعي أو في حرب كبيرة هذا له أحكامه القانونية والشرعية والدولية. أما المخطوف فالمطلب لما بيكون حتى عبارة كشف المصير لا تستعمل بالأدبيات. ليش؟ لأنه المطلب بيكون من الخاطف تحرير المخطوف. لما بتقول له أنت كشف لي المصير عم تقول له أعطيني خبرية وإذا كان طيب اقتله. وهو أكيد مصلحته لأنه حتى ما حدا يحكي شو صار معه. فنحن أكيد بس ننطلق من ثابتة الحياة إلى تأثيرها وإلى نتائجها. واليوم دولة الرئيس بالخطاب حكى أنه عامل الوقت الثمين جدا في جرائم الخطف. هذه أعطيك أحدى تأثيراتها. بالموضوع العدلي نحن بالمجلس العدلي كمان أنه ما زالت القضية قضية خطف وليست قضية قتل بكل بساطة، لأنه ليس هناك أدنى دليل. وهذا الشيء وبعتقد كمان كان اليوم دولة الرئيس واضح جدا لما قال لا نخفي شيئا عنكم، حرفيا هيك ورد بالخطاب مثل ما دولنا، لا نخفي شيئا عنكم عن الناس. فإذا ما معقول أنه يكون ما في شيء بيتعلق بأي نتيجة محددة. من هون نحن ما زلنا ننطلق من المبدأ، وهذا عمل خليني أكد هالموضوع ليس عاطفيا. هذا في قواعد عمل نحن عم نتبعها متفق عليها ومتعارف عليها بالقانون. نعم. قبل ما نفوت على فاصل معنا صار على الخط معالي وزير الصحة العامة وائل أبو فعور. أهلا بك معالي الوزير. مساء الخير. كيف شخصت اليوم صحة هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس بري، وحضرتك يعني دائما على خط الاتصال بين كليمونسو وعين التينة؟ بداية اسمح لي بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر اليوم أن أقول فقط كلمات بسيطة. سؤال وقضية الإمام موسى الصدر ليست قضية حزبية ولا طائفية على الإطلاق، هي قضية وطنية. ونحن نضم صوتنا إلى صوت الرئيس بري ونضع يدنا إلى جانب يد الرئيس بري في كل الجهود الموثوقة التي يبذلها لأجل عودة أولا كشف الحقائق ويعني تبيان الحقيقة في هذه القضية الوطنية التي نأمل أن تتكشف كل فصولها في يوم من الأيام. ثانيا في مبادرة الرئيس بري التي طرحها اليوم، الرئيس بري دائما ملحاح، دائما يبحث عن حلول، وبالتالي المبادرة التي أطلقها اليوم نحن نرى فيها بصيص أمل كبير، لأنها ربما قد تعيد القوى السياسية إلى طاولة الحوار الذي انقطع والحوار الذي تشظى، ولم يعد هناك قطيعة فقط بين 14 أذار و8 أذار، صار حتى ب 14 أذار وحتى ب 8 أذار بالمكونات الداخلية صار في هناك أزمات متعددة. لذلك فإن هذه الدعوة اليوم أعتقد أنها تأتي في الوقت المناسب، في أكثر أوقات حراجة وفي أكثر الأوقات حاجة لكي يكون حوار بين اللبنانيين. وبالتالي نحن ندعم نؤيد إلى جانب الرئيس بري في هذا الأمر. وعندما زارنا الوزير علي حسن خليل لتقصي رأينا حول هذا الأمر أبلغ النائب وليد جنبلاط دعمه الكامل لهذا الحوار من حيث المبدأ، من حيث الداعي، ومن حيث الموضوعات التي طرحت. بالنسبة للعناوين المطروحة، في إمكانية اليوم مثلا أنه توصلوا لنتيجة على طاولة الحوار فيما يتعلق بالرئاسة الأولى، خصوصا أنه شفنا يعني نوع من العقم بإنتاج رئيس جديد للجمهورية؟ أولا لم تجري محاولات لبنانية حثيثة في موضوع الرئاسة. الكل لدينا يستسلم بأنه أمر العمليات الخارجي لم يأتي، الإيحاء الخارجي لم يأتي. هل جرب اللبنانيون أن يحاولوا إنجاز هذا الاستحقاق يعني بإرادتهم الداخلية واعترضهم أحد؟ وهل يمكن أن يكون حوار دون أن يكون حوار على المعضلة الأساسية اليوم التي هي الشهور في رئاسة الجمهورية؟ لذلك يعني أحسن الرئيس بري بوضع أول جدول على طاولة الحوار هو رئاسة الجمهورية. قد نصل نتيجة وقد لا نصل، نعرف أن هناك ظروف متعددة، ولكن هذا لا يعفينا كقوى سياسية لبنانية من أن نبذل أقصى ما لدينا من جهود في هذا الأمر. معالي وزير الصحة وائل أبو فعور، أشكرك على هذه المداخلة. معنا فاصل قصير للإعلان، نعود من بعده للمتابعة. بعد الفاصل نسأل عن إمكانية إعادة يعني هذه المبادرة الاستحقاقات إلى خانة اللبننة، هذا المصطلح اللي أطلقه الرئيس بري سابقا بالرئاسة وبمواضيع أخرى. مشاهدينا فاصل ونواصل.
دوبيزل البيع صار هيك. هاك يلي زعجكن شنة دوبيزل يلي بتوثقوا فيها بلبنان صار اسمها OLX. رح تضل أسرع وأسهل طريقة لتبيع أي غرض أونلاين وبدون عمولة. الإعلان ببلاش والقبض من الشارع كاش. مع OLX البيع والشراء ولا أسهل. 440 ميجا بايت، 440 SMS، 5 ساعات حكي لرقمك المفضل، وساعة حكي محلي $14 بس مع ويب اند توك بحالته الجديدة من تاتش على خطوط ماجيك. تاتش A new world. لما بتسافر أمن الحماية اللازمة إلك ولأفراد أسرتك ضد أي مخاطر أو حوادث قد تواجهك. ITN بتقدم بطاقة وورد ترافل اللي بتوفر ضمان الأمان والسلامة أثناء السفر، المساعدة الطبية الطارئة، الإجلاء والرعاية والعناية المركزة، الانضمام إلى المريض ونقل الأطفال، العودة إلى البلد مع الإسعاف المجاني. بطاقة وورد ترافل من ITN. عيش الصحة والأمان. 03 546 444 70 546 444. Welcome. أهلا بكم من جديد. بالعودة إلى مبادرة الرئيس بري، هل هذه المبادرة قادرة أن تعيد العناوين المطروحة على جدول أعمالها إلى خانة اللبننة اللي لطالما الرئيس بري نادى فيها، لطالما قال للبنانيين استغلوا هذه الفرصة، فرصة الانشغال الإقليمي والدولي بقضايا أكبر من لبنان لإنجاز الاستحقاقات؟ يعني أعتقد أن النقطة التي تثيرها أستاذ علي هي من أهم النقاط التي يجري التوقف عندها. اللبننة، ماذا نعني باللبننة؟ يعني إعادة كل، لأنه في لحظة من اللحظات كانت السياسة في لبنان سواء في المنتديات السياسية في الإعلام بدأ لبنان وكأنه بلد قاصر ولا يستطيع أن يأخذ زمام مشاكله بيديه، لا على المستوى الشعبي ولا على المستوى السياسي. لبنة الموضوع الحقيقة، خلينا نعترف، يعني خلينا نقارب الموضوع بطريقة شوي هيك موضوعية. هذا الانقسام الحاد في لحظة من اللحظات اللي حصل بين 8، إذا بتسمح لي أقول بين ما كان يسمى 8 بالمعنى الحاد وما يسمى 14 بالمعنى الحاد. يعني المزاج الشعبي وتراكم الملفات الصعبة والمعقدة سواء على طاولة مجلس الوزراء أو في يعني فراغ القصر الجمهوري في بعبدة، أو في يعني كمان يعني رفض التشريع حتى للضرورة. يعني وصلنا لمرحلة معقدة جدا. بالمزاج الشعبي الناس صارت إلى حد ما صار في نوع من الترهل، نوع من فك اللحام خلينا نقوله. يعني هالحماية القوية جدا بين سواء بهذا الضفة أو بهذا الضفة عملت نوع من هيك نوع من التسهيل الأمر. بهذا المعنى طبعا خلينا مشان ما نكون ايضا كثير يعني عادت الامور الى لبنان صحيح يمكن الى، ولكن يجب الاخذ بعين الاعتبار انه في عين ايضا اقليميه ودوليه وتناولها الرئيس بري وقت نحكي عن العلاقات بين السعوديه وبين مصر وبين سوريا المربع الماسي، المربع الحقيقي هذا. يعني مساله الحوار عم بيحاول يقدم للمستمعين للناس للعالم لمح حقيقية، لا أقول أنها مطلوبة، ولكن هو يتلقف اللحظة. نحن بكل أهمية الموضوع أنه في تلقف للحظة تاريخية مهمة تجعل من هذا الموضوع ذي هوية لبنانية. وما بعتقد في حدا لبناني وطني في هذه المناسبة بالذات، في هذا المكان بالذات، في هذه العقدة المتشابكة على كل المستويات. إيه طبعا عندما تأخذ يعني مسار لبناني، مناخ لبناني، ما بعتقد لا بالمعنى الإقليمي ولا بالمعنى الدولي في رفض. ما بتصور يعني ايه بتاخد شكل لبناني. طبعا في رعاية
يعني دائما العين الإقليمية والدولية لها شيء من يعني هناك نوع من التركيز على لبنان. طيب خليني أقلب السؤال اليوم، هل هذه الطاولة قادرة على ترجمة أي اتفاق إقليمي أو دولي يتعلق بلبنان؟ إنه هي تكون آلية الترجمة أو التخريجي؟ نحن عم نعتبر إنه هاي الطاولة حصلت جلستين الناس بقى تنطر نتائج. لا، الموضوع منه هيك. لا. هذا الموضوع هو موضوع حضاري. إذا عم نربط اليوم يعني هذا الأمر أو هذه الطاولة بالاتفاق النووي مثلا أو أي أمر آخر يتعلق بالقضايا الكبرى على مستوى المنطقة، بدها وقت، وبالتالي هاي الطاولة كمان ممكن تعبي هذا الوقت. هذا اللي عم بسأل. بعتقد بس انه اول انجاز، يعني الانجاز المهم مثل ما قال الوزير صديقنا ابو فعور انه في نوع من الحذاقه بوضع العنوان الاول العناوين السبعه اللي وضعها الرئيس بري. مساله الفراغ في رئاسه الجمهوريه مساله جوهريه تشكل حجر الرحى، مع انه هذا الموقع هو موقع حكمي، موقع يعني موقع عين على كل لبنان بشكل عام، موقع توازن، موقع تفاهم، موقع وطني، بصرف النظر عن كل ما يدور في الساحة من تجاذبات حول هذا الموضوع، بصرف النظر عن كل الأفكار، بصرف النظر عن كل المبادرات اللي طرحت في هذا الموضوع. بس ما ننسى كمان يعني انه نحن كنا بمرحلة أعقد. نحن خلينا نتذكر من بفترة، يعني معليه خلينا نرجع نذكرها وانا حكيتها معك أكثر من مرة. نحن بلبنان يعني نحن امام خسارتين كبيرتين، اللي هو يعني رد غيبته الامام موسى الصدر اللي هو رمز كبير بكل المعاني، ويعني اغتيال او استشهاد الرئيس رفيق الحريري. يعني كان لبنان هو المرحله الخصبه من اجل لا سمح الله صراع، وعانينا بلحظه سني شيعي. طيب وقت بيروح الرئيس بري بيعمل نوع من يعني في عز التحريض الطائفي، وبصير في حوار بين حزب الله والمستقبل، ما هيك؟ يعني اللي بيسمون احفاد حزب الامام موسى الصدر هو صاحب من اطلق المقاومه، صاحب المقاومه الاساسي، بذره المقاومه في هذه المنطقه، ويعني احفاد او اولاد الرئيس الحريري. مساله مهمه هي ما عم ينتبهوا للبنانيين في عز هذا الصراع الحاصل، في مبادره عملت، وبيجي حدا بيقول لك انه شو طلع من المبادره؟ شو عم يطلع من الحوار؟ طيب كيف بدنا نتحاور؟ يعني اذا ما تحاورنا بالكلام نتحاور بشو؟ نحن السباقون في لبنان الذين تحاورنا بكل الوسائل المتاحه، وفتحنا اسواق العالم على الاسلحه منشان نتحاور، وكانت النتائج طاوله مستديره. بس احيانا تكون طاوله مستديره موحاة من الغرب او من غير الغرب او من الاقاليم او من الدول الاقليميه، ومفروضه علينا فرضا. وفي لحظه من اللحظات خرج لبنان كله الرسمي في طائره نحو الدوحه ليعود لينتخب رئيس الجمهوريه. نعم. هل على هذا اللبنان الديمقراطي، على هذه التجربه النيرة، على هذه السياسات الكبرى، على هذه الرؤى الكويسه بنتركها وبنقول لا؟ طبعا فينا مسألة كثير مهمة، بدنا نفصل، بدنا نفكك أهميتها على المستوى اللبناني، على المستوى الإقليمي، على مستوى ما يحصل حولنا، على مستوى الحوارات اللي تحصل تحت الطاولات وفوق الطاولات، وبعد تباعا رح تتكشف كلها سوا. نحن نذهب إلى مناخ لبنان يتجاوب، لبنان ذكي، تلقف هذا الموضوع، عيشوا، هضموا، درسوا بكل المعاني، وازنوا مثل الماظ، نقى كلماته تماما واطلق المبادره. يعني مساله طبيعيه. رئيس، بالنسبه للاشاعات اللي تابعناها بالايام الاخيره فيما يتعلق بالقضيه الامام صدر، شفنا مثلا بعض الصحف الايطاليه كتبت شيء يتعلق بدور القيادي الفلسطيني ابو النضال في هذه القضيه. شو خلفيه هذه الاشاعات، وليش دائما يعني توقيتها بيجي عند احياء هذه الذكرى؟ لا اسمح لي خالفك الرأي، رأيي مرات توقيتها على مدار السنة. هلا مطلق الاشاعات ليش اطلقها؟ نحن المشكلة ما بنقدر نعرف مين مصدرها. يعني بتنشر صحيفة معينة، بتنشر شيء، بيجوا ناس بيتلقفوها بلبنان عن سوء او حسن نية. موضوع خبرية أبو نضال يعني خبرية سخيفة جدا ولا تستحق حتى قراءتها، والدليل أنه هي بذاتها إذا بتقراها فيها خطأ فاتحة بالتواريخ وبالوقائع الآن اللي مثبتة عنا بالملف. أما لماذا يتم إطلاقها بشكل دائم؟ نحن عانينا
من لما استلمنا مسؤوليتنا باللجنه حتى اضطريت من 4-5 اشهر قدمت اخبارات للنيابه العامه التمييزيه، لانه كان حجم الاشاعات وصل لحد كتير كبير، كان من حجم من اختراع الخبر اللي ما له اساس، مش انه تضخيم شيء او نقل شيء غير دقيق، في كان اختراع ابتكار لاخبار ما لها اساس من الصحه، مرات بتثير النعرات. الان في افتراء، في اقاويل، في اباطيل بالنسبه للي حتى طلعت اليوم تصريحات شبه تبني لموضوع خبريه ابو نضال. ابو نضال لا شك يعني له تاريخ حافل بالعماله لمعمر القذافي بالاجره، والاجرام بالاجره طبعا، الاجرام بالاجره، ولكن الروايه المتعلقه بالامام لا تستحق، برجع بعيد وهون خلي الراي العام يكون كمان واضح من موقع المسؤوليه ببساطه. بس اذا بنقرا روايه ذاتها بحد ذاتها تحمل بذور نسفه، وراح اقول كيف. لما الروايه بتقول انه ابو نضال اخذ الامام وارتكب جريمه الاغتيال وراح على الصحراء، وبعد 5 ايام اجا خبر معمر القذافي انه انا نفذت العمليه، قام معمر القذافي اوعز لمساعدينه لينفذوا مسرحيه روما. ده بالي بحد ذاتها كاذبه، لانه بكل بساطه الامام في اثبات واضح جدا بلبنان وبليبيا وبايطاليا. الامام اخر مره شوهد ب 31 اب 78 الساعه 1:15 الظهر. اوكي طيب، ورحله ايطاليا كانت نفس النهار الساعه 9 بالليل، ما في 5 ايام. يعني هذه بحد ذاتها دليل انه فبركه الروايه. نحن اللي عانيناه مع هالروايه ومع غيرها، وعلى فكره ما في شيء بالملف منهم، يعني يمكن الناس شوي تفكر انه عم بالغ، لا يوجد في الملف الليبي اي شيء من هذه الروايات. الروايات اللي طلع اصحابها في البعض منهم مثل الهوني وغيره طلعوا قالوا نحن اطلقنا كذا روايه كذا نسخه. هل من المعقول ان تكون هناك كذا نسخه؟ يعني في حدا بالدنيا هو ذاته هو نفس المصدر يطلق كذا روايه؟ اخي في روايه وحده. الهوني مثلا اطلق اكثر من روايه على اكثر من يعني وسيله اعلاميه، كل وسيله كان عم يحكي شيء طلع مختلف عنه. كل وسيله، لا بل سئل بمقابله معه باحدى المجلات انه انت اطلقت عده روايات، قال السبب كان، لكن شو قال؟ السبب كان ان اضيء على قضايا تخص مناضلين ليبيين مفقودين اخرين، فاضطريت اذكر اسمائهم وعلقها بقضيه الامام الصدر. يعني لحد هون وصل الحد يا اخي، بس يكون في شيء من الضمير. ما معقول ما في ولا روايه قدرنا نكملها، ما في ولا روايه. حتى نحن بعدين كمان عندنا روايات كثير عن الحبس ووجود الامام باكثر من سجن، حتى العام 2011 حتى اب 2011 بسبها. منيح هيك؟ طيب بس كمان نحن قلنا بدنا نتعامل معها بالمنطق المنطقي والعقلي والقانوني. ما معناتها نصدق اي روايه؟ نحن ما عم نشتغل، برجع بعيد، نحن ولا مره انطلقنا والله بيشهد، وهون بدي اقول الامانه التاريخيه وحق الامام علينا ومع رفيقيه، لانه الامام راح كرمال كل لبنان، وقلنا صرنا شارحين كذا مره ليش راح كرمال حامل هم جنوب لبنان ومنع تهجير المسيحيين من لبنان حسب نظريه معمر القذافي، انه لا تحل الحرب الاهليه في لبنان الا خذوها المسيحيه، وحدد لوين، لكندا واستراليا وخلص ريحونا منهم وبتحكم الاغلبيه المسلمه بلبنان. هذا شيء ثابت بالتحقيقات. الامام راح لعنده ليعلق، حقه الامام علينا اللي راح وانخطف كرمال هالقصه وعم بيعاني فعلا اللي عم بيعانيه، حقه علينا نكون على الاقل منطقيين وواضحين وعمليين. نحن لا ننطلق من خلفيه عاطفيه او سياسيه، الله بيشهد ولا مره تم الايحاء السياسي باي اجراء لا صغير ولا كبير. تم يعني نحن قعدنا كلجنه واجتمعنا وحطينا قواعد عمل اعتبرناها منطقيه ومشينا عليها على الورقه والقلم، ما انه والله نحن مش مصلحتنا نقول هيك او مصلحتنا نضوي على نقطه، ابدا ولا مره ولا مره. معنا ايضا عبر الهاتف سعاده النائب اسطوان دويهي عضو تكتل لبنان الحر الموحد. اهلا بك سعاده النائب. كيف يعني تابعتم الطرح المتعلق بمبادره الرئيس بري الحواريه والعناوين التي طرحها خلال خطابه في ذكرى اخفاء الامام الصدر؟ مساء الخير ولا لك ولا ضيوفك ولا شكرا. مساء الخير. الرئيس بري قارب المأزق بحس وطني مسؤول مدرك وواعي لخطورة المرحلة وضيق هامش المناورة السياسية. نعم. وبرؤية سياسية ثاقبة أن لا مفر أمام اللبنانيين لمواجهة الأخطار المحدقة بلبنان إلا بالتلاقي والحوار كخطوة
أساسية لتزنير البيت اللبناني وتحصينه، وهو من خلال البنود يلي طرحها للحوار والسقف الزمني يلي أعلنوا يضع كل مكونات المشهد السياسي اللبناني أمام مسؤولياتهم الوطنية في حماية بقاء لبنان وديمومته، والمبادرة ببنودها تحقق المطلوب. فملف الرئاسة الأولى وتفعيل المؤسسات وتحديدا مجلس النواب والوزراء من خلال وضع آليات تطوي صفحة الاستئثار والتهميش والتعقيد، كذلك دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية هو من أبرز الضمانات للاستقرار. كما أراد الرئيس بري بهذه المبادرة تلبية المطالب الملحة والمزمنة لغالبية الشعب اللبناني بصياغة قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل. هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس بري تشكل برأيي وبحبل الخلاص للجميع وتحمي أمن وأمان واستقرار الوطن، ونجاحها هو رهن بعدم الارتهان بأجندات خارجية. آمل أن تنجح هذه المبادرة وأن نكون بلغنا سن الرشد السياسي، وشكرا. يعني حتكونوا جزء من هذه الطاولة كتيار مرضى ككتلة رياضية إذا الله راد. شكرا لك سعد. دائما بالحوار وبالتلاقي، وما في حل إلا بالتلاقي والحوار، ونشيل المصالح الضيقة. ومثل ما انك عم تشوف اليوم اللي عم يحصل بلبنان، في مخاطر كثير عم نتحدث بإلغاء ديمومة لبنان وبقائه. شكرا لك سعادة النائب صفوان دواهي عضو كتلة لبنان الحر الموحد. بالختام إذا ما نطلع بخلاصة في ظل كل هذه القراءة اللي قدمناها، هذه المبادرة اللي اجت في آخر الخطاب بتقدير الشخصي هي محصلة لأكثر من مبادرة عشناها، والتي يعني حقيقة حفظت لبنان، حفظت جزء كبير من استقرار لبنان. خلينا نعترف، امبارح وقت كان في إشكالية في موضوع المراسيم وصار في ميل انه خلينا نعلق مجلس الوزراء. طب ما هي مبادرة كمان يا اخي، في 70-80 مرسوم ماشي الحال، يطلعوا عليهم واللي بيوافقوا عليه نحن بنبعثوا على جريدة رسمية بنشهد وبيوافقوا عليه. يعني دائما في جو حواري. وعم بتصير من دولة الرئيس، يعني نحن خلينا نقول هذه المبادرة هي جمعت كل هذا المناخ وعم تنعمل بمسألة مهمة وصار في مبادرة جدية. هذا الشيء اللي بدي اقوله، يعني شيء جيد. بعد معي اقل من دقيقة رئيس، بالنسبة لعملكم كلجنة خلال الفترة المقبلة، هل هناك أي خطة عمل؟ نحن الحقيقة باللجنة عنا كمان بدي شيد بالفرق المساعدة والمساندة اللي لنا. نحن في اللجنة في فريق الوكلاء عن آلة الإمام، واللي اليوم وجه لهم دولة رئيس الشكر والتقدير بشكل مميز. عنا الفريق القانوني المساعد لنا كلجنة، عنا فرق البحث الجنائي، وعنا خبراء علميين، عنا مركز الأبحاث اللي بيديره السيد صدر الدين الصدر. نحن رح نلجأ أول شيء رح نتابع مع الليبيين، في وفود عم تيجي بالنسبة للقضية ونحن عم نشوفهم، أكيد ناطرين نفوت على ليبيا. نحن رح نتابع على مستوى دول تاني عم نلاحق كل أركان النظام البائد. نحن رح نلاحق دوليا وعربيا على عدة محافل، خصوصا بالشق الحقوقي في القضية للإنارة عليها بشكل دائم، وللاستفادة من قدرات الدول بالبحث عن الإمام ورفيقاي بمكان احتجازهم المجهول. أنا بدي أشكركم على هذه الحلقة. إنه يعني في فريق عمل، في فرقاء عمل عم تشتغل بطريقة كمان حوارية، لازم نوجه لها تحية، يعني مش بس. نعم. بدي أشكر حضوركم معنا في هذا الحوار. أيضا أشكر أيضا موصول للمشاهدين على حسن متابعتهم إلى حين الملتقى. هذه تحية لكم، إلى اللقاء.